العلاقة المعقدة بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران. من أول مرة تلاقاو كان واضح بأن العلاقة بين هاد جوج الرجال ما غاديش تكون سهلة. غادي نشوفوا أول مواجهة مباشرة، وغادي نشوفوا كيفاش النقاش تحول بسرعة من حوار سياسي إلى مواجهة كلامية قوية. والسؤال، واش كان سوء تفاهم ولا بداية صراع مفتوح؟ من بعد مرور بزاف ديال الوقت وهبي معمرو سكت، وكان ديما كيخرج كيهاجم تصريحات بن كيران وكيأكد أنه ما يقبلش أي ابتزاز سياسي. هنا بدات الناس كتسول شكون اللي عنده الحق وشكون اللي كيبالغ. والفريزه اللي محطوطه على الحلوى هي المشهد اللي صدم المغاربه كاملين. في الفيديو وهبي غادي يتحنى على الراس عبد الاله بن كيران وغادي يقبلو، وغادي يجمعهم واحد الحديث طويل وغادي يضحكوا وينشطوا. شفنا هذا المشهد الغير متوقع، من صراع واتهامات مباشرة لانحناء واحترام متبادل. واش هذا تكتيك سياسي مع اقتراب الانتخابات، ولا فعلا كاين احترام عميق رغم الخلافات؟ لا تنسوا أيضا الاشتراك بالقناة، الضغط على زر الإعجاب، وأيضا مشاركة المقطع مع أصدقائكم وأهلكم. تحياتنا الحارة من قناتكم آرك، حيث يلتقي عبق الثقافة المغربية بجوهر التسامح. هنا نروي الحكايات، نكشف الجمال، ونبني جسور التفاهم بين الماضي والحاضر، بين المغرب والعالم. إذا كنت تؤمن بقوة الثقافة، بقيمة الحوار، وبجمال الاختلاف، فأنت في المكان الصحيح. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس، لأن رحلتنا بدأت الآن.